بعد وفاته من هو الشيخ علي عبد الله الأحمد الجابر الصباح. فقد توفي الشيخ علي عبد الله الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 75 عام، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء في العمل الدبلوماسي والخدمة العامة، وكرس حياته لخدمة الكويت، حيث تدرج في عدد من المناصب المهمة داخل وزارة الخارجية، حتى تولى منصب وكيل الوزارة بالإنابة، وشغل سابقا منصب مدير إدارة أوروبا. وعرف عنه الجهد المتواصل والإخلاص في تمثيل بلاده على أفضل وجه في المحافل العربية والدولية. لم يقتصر تأثير الراحل على الداخل الكويتي فقط، بل امتد إلى الخارج من خلال إسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والدول العربية والأجنبية. فقد لعب دورا في تطوير الدبلوماسية الكويتية، وكان من الشخصيات التي حرصت على ترسيخ صورة الكويت كدولة معتدلة تدعو إلى التعاون والسلام، وفقا لما نشرته صحيفة الرأي الكويتية. وتميز الشيخ علي عبد الله الأحمد الصباح بالحكمة والهدوء وحسن التعامل، وكان مثالا للمسؤول المخلص الذي يضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار، كما أنه عرف بين زملائه بحرصه الدائم على خدمة أبناء وطنه والتزامه المهني الذي اكتسبه تقديرا كبيرا داخل الوزارة وخارجها. والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الكويتية أصدرت بيان نعي عبرت فيه عن عميق حزنها لفقدان أحد رجالها الذين خدموا الوطن بإخلاص، وأشاروا إلى أن مسيرة الراحل المهنية ستبقى نموذجا يحتذي به في العمل الدبلوماسي، وأشاروا إلى أنه ترك بصمة واضحة في تاريخ الخارجية الكويتية. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء إلى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، جاء فيها: تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي عبد الله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، ونبعث لسموكم والأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المؤاساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدوا بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنوا فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.